السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نكون في صحبة الهادي البشير في حجة الوداع. نبينا الهادي أفاض من عرفات، وصل إلى المشعر الحرام، وهيئ نفسك لهذه البركات والمفاجآت والإيمانيات. نزل النبي عند المسجد الذي يعرف اليوم بالمشعر الحرام، هذا هو الموضع المكان الذي نزل فيه. أول ما نزل سيدنا رسول الله ومعه الصحابة ماذا فعلوا؟ هل يا ترى زي ما بنعمل جمع الحصى؟ أبدا. هل قعدوا فرشوا كلوا شربوا؟ أبدا. وإنما يقولون الصحابة رضي الله عنهم، فراحوا نخوا الجمال وعليها أزوادهم ومتاعهم، ثم توجهوا أول ما توجهوا إلى الصلاة فصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء. يعني صلوا المغرب 3 ركعات، وبعدين ليس بينهما يعني تسبيح، وهقول لك معناه إيه، ثم صلوا العشاء ركعتين. بعض الناس بيفهم ده غلط، يقول لك ليس بينهما تسبيح يعني ما تقولش سبحان الله والحمد لله. ليس بينهما تسبيح في المعنى الفقهي، ليس بينهما نافلة. انت مسافر ما عليكش نافلة، ما تصليش ركعتين بعد المغرب، لا تصلي 3 ركعات وبعدين ركعتين. يقول ثم بعد ذلك بدأنا نأخذ الأزواد ونأخذ الأمور التي على البعير والتي على الإبل. يبقى إذن أول ما تهتم به أخي المؤمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بالصلاة، تأدي الواجب اللي عليك، وبعدين تبدأ تاخد شيء خفيف كده كما صنع رسول الله، شرب ماء، أخذ شيئا من الزاد، ثم استراح. طيب النبي جمع الحصى ليه يا أحباب؟ النبي يعني جمع 7 حصيات والتقطهم له العباس، يعني 7 حصيات فقط اللي هيرمي بيهم جمرة العقبة في صبيحة يوم العيد، وبقية الحصى خدوا من منى. فحكاية إن الكل يجري، وأول ما ينزل المشعر الحرام ومزدلفة أول هم للناس تجمع الحصى، لا، أول هم لك أن تصلي، وليس شرطا أن تجمع الحصى من منى، ولك أن تجمعه من أي مكان خارج منى. فهذا من تيسير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي استراح حتى قرب وقت السحر، ثم استيقظ فصلى الفجر. هنا نقطة من فقه سيدنا رسول الله، من تيسير سيدنا النبي شاف الضعفاء والنساء فأذن لهم إن هم قبل الفجر ينصرفوا إلى منى ورمي جمرة العقبة قبل الزحام. النبي بيوزع العدد على الزمن والمكان تاني. ما انت لما تجيب مكان محدود وتجيب فيه 4 مليون 5 مليون في وقت واحد يتحركوا، انت بتعمل كده كارثة. امال لازم توزع العدد على الزمن على المساحة. هو ده اللي عمله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يبدأ بفين؟ ده حتى الغرب يا احباب اتعلموا من سيدنا رسول الله. اما تيجي في طائرة كده وكانت متأخرة وبعدين عايزين يركبوا الناس، يبدأوا بالأطفال، يبدأوا بالعجائز، يبدأوا بالناس الضعفاء، وبعدين يأجلوا الناس الأقوياء للآخر. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس السقاء، الناس الضعفاء، النساء إلى آخره، المرضى، دفع بهم. ثم بعد ذلك إذا أسفر الصبح بعد صلاة الفجر بدأ النبي ينطلق من مزدلفة إلى منى عند جمرة العقبة. خلي بالك العقبة دي لها ذكريات مع سيدنا رسول الله. عندها كانت بيعة العقبة الصغرى والكبرى، لما يعني أهل الطائف طردوه ومكة طردته وهو عايز ناس تؤمن، فبدأ يقابل الحجاج في المنطقة دي. وكانت بيعة العقبة الصغرى والكبرى من أنصار المدينة في المنطقة دي. فبدأ النبي يتوجه حتى وصل إلى جمرة العقبة فرماها ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاه الله أكبر، والناس بتلتقط الحصى. كان النبي يوجههم يقول لهم حصى الخسف اللي هو قد الفولة، بس اللي هو ممكن بالصباعين كده تمسكه وترمي به هكذا. هذا من تيسير رسول الله، لأن المسألة رمزية للغاية.
لكن نشوف اللي بيرمي بشبشب واللي بيرمي بخشب واللي بيرمي بطوب واللي لا لا، هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتيسيره يقتضي أن نلتزم به. بعد ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة نادى في الناس وخطب يوجههم ويعلمهم المناسك، ثم نزل صلى الله عليه وسلم. فبعد نزوله صلى الله عليه وسلم نحر النبي 63 بدنة إبل، وبعدين كان جايب 100 النبي عشان ينحرها عنه وعن أمته صلى الله عليه وسلم. شوف شفقة الحبيب على أمته، رأفة الحبيب بأمته. وبعدين أناب سيدنا علي عشان ينحر الباقي. عارف إن النبي أناب سيدنا علي دي فتحت لنا باب خير، إن التوكيل والإنابة في الذبح ممكنة، فعملوا لها بنك دلوقتي وممكن تروح تسدد القيمة المالية، وهم يبقى الإنابة الأساس فيها التوكيل والإنابة جائزة، صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم المسألة بصورة طيبة. ودعا المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد النحر، ثم ذهب إلى الحلاق ووضع رأسه بين يديه وقال له بقى امسك كده من الناحية اليمين الأول وبعدين الناحية اليسار، وبعدين تاخد المقدمة، وبعدين دعا النبي للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، فعاد اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قال والمقصرين يا رسول الله، قال وللمقصرين، فالحلق أفضل، فيه مغفرة أفضل، فإن استطعته فافعل. ثم بعد ذلك ركب النبي الناقة ومشي بقى من منى بعد ما رمى جمرة العقبة في صبيحة يوم 10 من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى. رمى جمرة العقبة، نحر 163 بدنة بإيديه والباقي سيدنا علي، وبعدين حلق، وبعدين ركب الناقة وراح فين؟ راح بقى يتمم أركان الحج إلى الكعبة ليطوف طواف الإفاضة. والنبي بعد هذا الجهد الجهيد وكان سنه فوق 60 سنة طاف وهو يركب طواف الإفاضة، ما كانش زي طواف القدوم. طواف القدوم صنعه النبي وهو يمشي على رجليه، طواف الإفاضة كان راكبا ويشير بيده إلى الحجر بالمحجن. إيه المحجن يا أحباب؟ عارف العصاية أم إيد معوجة دي؟ إيه هي دي العصاية اللي إيديها معوجة دي؟ هي المحجن. كان يشير كده إلى الحجر، بسم الله يا الله أكبر، وطاف صلى الله عليه وسلم 7 أشواط، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم شرب من ماء زمزم، ثم ماذا؟ هذا ما سنعلمه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. مسابقة حجة الوداع بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، مع 10 جوائز قيمة، كل جائزة قيمتها 1000 جنيه. السؤال السابع: ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر لمن قدم أو أخر نسكا؟ افعل ولا حرج، أم افعل بالترتيب، أم إعادة النسك؟ ترسل الإجابات على مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو، البرامج الدينية، الدور السادس. بيان الإسلام، موسوعة علمية للرد على الافتراءات والشبهات. بيان الإسلام 24 مجلدا ستجد فيهم الرد الجميل على كل الشبهات التي تستهدف الإسلام من قديم الزمان وإلى يومنا. بيان الإسلام للشباب ولعامة المثقفين لإزالة أي لبس أو تشويش. بيان الإسلام للدعاة لتكوين مرجعية علمية إذا ما سئلوا أو تحدثوا في الشبهات. بيان الإسلام، الرد الجميل
بحكمة وبصيرة. بيان الإسلام.